أستاذ أبو العيلة، احنا لما اتفقنا مع حضرتك على اللقاء كنا يعني في سياق ان احنا نتكلم عن الانتخابات وحزب الوسط ودوره في الانتخابات وما إلى ذلك، ولكن بالتأكيد فرضت الأحداث يعني وقعها على اللقاء. وأود أن أسمع رأي حضرتك في البداية في هذا المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء دكتور الجنزوري بعد الأحداث. شكرا جزيلا على دعوتك الاستضافة الكريمة. الحقيقة أولا هو تأخر جدا، بيثبت وجهة نظرنا. الحقيقة احنا اعترضنا عليه من أول يوم إنه غير مناسب هذا الموقع، وإن ما قال لم يقل شيئا جديدا، بالعكس وقع في أخطاء كبيرة في كلامه. لأن أنا شفته تلعثم حينما تحدث عن الشهداء والضحايا، مش قادر يسميهم شهداء. ومنهم أحد أفراد مكتب فضيلة المفتي، يعني الشيخ جليل عالم، يعني أبعت لي رسالة صديق مشترك قال إنه حينما سألوه عن الأحداث قال لا أستطيع أن أحكم عليها إلا إذا شاهدت الموضوع بنفسي، فذهب ليشاهد فاستشهد. فأعتقد إنه الحد الأدنى من التعبير عن هؤلاء اللي سماهم هو ضحايا أنهم شهداء، يعني ده على الأقل يروح قلوبنا وقلوب أهاليهم وقلوب الناس التي وقعت بهذه المشاهد. يعني حقيقة أحداث أمس أحداث مؤلمة ومؤسفة ودامية، وبتحطنا دايما في حيرة في إنه كيفية مواجهة هذا. من فعلا وراء هذه الأحداث. بالتأكيد وقعت أخطاء كبيرة من المسؤولين عن تأمين المكان في مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وزي ما كنت بقول امبارح في اجتماع المجلس الاستشاري مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه في واقع دايما مفتاح زي أحداث لو تفتكر حضرتك 19 و20 نوفمبر. في واقع مفتاح إنه في شرطة دخلت فضت لاعتصام سلمي بالقوة يوم 19، تداعى الشباب، نزل الشرطة العسكرية والشرطة ضربوهم تاني بعنف أشد يوم 20. اي كلام حول بقى الكلام اللي بيقوله الدكتور الجنزوري وغيره انه في اطراف خارجيه ممكن كلها ما يسمى اللهو الخفي اللي عمال يتقال من دول اللي اتضرب خلف كل ده، حتى لو صحيح ملوش قيمه في ظل المفجر الاحداث. الواقع بتاع الشاب اللي هو اشار اليه الكوره دخلت المجلس وتعرض للضرب البشع، صورته دي نعم العبودي، صورته دي هي اللي محرك الاحداث. انه يعني في واقع مفتاح هي لازم نقف عندها كثيرا. طيب أسأل حضرتك سؤال أستاذ أبو العيلة. حضرتك طرحت موضوع الشاب عبودي اللي ضرب، وكنا يعني حطينا صورته من شوية على الهواء. يعني اللي ضرب هذا الشاب واللي اعتقل وضربه بهذا الشكل لم يكن يتوقع لدى خروجه لأصدقائه المعتصمين إنه يكون رد فعلهم غاضب جدا، يعني إنه واحد منهم يتاخد وينضرب بهذا الشكل. ازاي حسبوها؟ يعني ازاي فكروا فيها؟ ما هم عارفين ان الشعب المصري عنده حمية وعنده غيرة على يعني بعضه. حضرتك شايف المشهد ازاي؟ هل هو متعمد؟ يعني بعض الناس بيقولوا ان ده شيء متعمد لإثارة فتنة او قلاقل او ما الى ذلك. شوف حضرتك في ظل اللي حصل كل احتمالات مفتوحة، لكنه في ظل الإحساس بالمسؤولية ومحاولة الوصول لحل بنحاول نتحفظ نقول إنه ما حدث مع هذا الشاب جريمة يجب محاسبتها من مرتكبها وفورا، وتأخير الحساب طوال يوم أمس أو الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه ومحاسبة المسؤول هو اللي أدى لتفاقم الأحداث. وحتى كلام الدكتور الجنزوري النهارده ما قالش بعتذر، ما قالش إنه في خطأ في تقصير. أعتقد ده موضوع مفتاح بغض النظر اللي عملها ما كانش مدرك، أو إذا كان يقصد زي ما بيقول تلك مصيبة، لم يكن مدرك فالمصيبة أكبر. إنه الوقت الأحداث كانت حركة صورة، الثورة نفسها حركتها صورة تنقل على الفيسبوك ثم الفضائيات فهي الصورة محرك. كيف لا يدرك خطورة الصورة؟ خطورة أولا إنه مش بس خطورة الصورة، إنه كيف يسمح نفسه أن يقوم بالعدوان بهذا الشكل. طبعا واضح المجموعة مش واحد اللي قامت بالاعتداء على زي ما قرأت روايات وضيوفك الدكتورة اللي كانت موجودة معاكي حضرتك الدكتورة غادة وغيرها، إنه في اعتداء جماعي حصل على أشخاص فوصلوا لهذا الشكل. أنا زي ما بقول إنه الخطأ الأكبر إنه ازاي ضميره سمح يعمل كده وهو راجل مسؤول، وازاي لم يدرك خطورة انه طبعا كان ممكن تقول طب كان يحجزه ما طلعهوش، طبعا مصيبة ثانية انه في احتجاز وهتتصور الدنيا. بس في كل الاحوال واضح انه في خطأ كبير، اخطاء كبيرة تصل لحد الجرائم حصلت امس. الحقيقة كنت متخيل لحد وقت اخر الليل الاشخاص اللي فوق المباني الرسمية دي اللي بيلقوا الحجارة، وهذه الافعال الحقيقة عدوانية، وهي فقامة تصل المصابين زي ما بيقول رئيس الوزراء في كلامه 300 وشوية، وإصابات خطيرة. وزي ما حضرتك عارفة إنه أي إلقاء بحاجة من أعلى بتاخد القوة 10 أضعافها بالتأكيد، وأي إلقاء من أسفل بتضيع قوتها ولا تصل. يعني حتى لا نستطيع أن نساوي
المقارنة ما بين الحدثين يعني. واستعمال اشياء زي ما قالوا سيراميك وبلاط ولوح الازاز يعني عايز اقول انه لا، الحقيقه دي اشياء تحتاج الى وقفه حقيقيه وحساب حقيقي ونتائج الحساب تظهر، لانه احنا كانت مشكلتنا وده قلنا امبارح انه كثير من الاحداث اللي حصلت ما حصلش اعلان عن الحساب عما جرى فيها. لا، لو مشينا بظهرنا كده، لا من محمد محمود ولا من تسبير ولا من البالون ولا من العباسية، كل الاحداث اللي حصلت فيها تحقيق او قيل انها فيها تحقيق ولا بس من مش ثورة 25 يناير يا استاذ ابو العلا. يعني اساسا القتلى الشهداء بتوع الثوره لغايه دلوقتي المحاكمات مستمره بشكل احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل فيها. يعني ما حدش اتحاكم الا ده العسكري الهربان الوحيد اللي خد حكم ولم ينفذ، يعني انه هربان. طب يعني السؤال طيب، يعني حضرتك طبعا نائب المجلس الاستشاري، وطبعا هناك لغط كبير حول يعني القرار اصلا بتشكيل المجلس الاستشاري، وهناك حوالي 8 من النواب المجلس المختارين او المعينين او ما الى ذلك قاموا بتقديم استقالاتهم. انتوا عددكم 30 عضو، لكن كان معنا الدكتور محمد نور فرحات بالنشرة في الصباح وقال انه لم يتسلم الاستقالات بشكل رسمي وهي وضعت على الفيسبوك او ما الى ذلك. دور المجلس الاستشاري في هذه اللحظة، انتم طبعا عملتوا بالامس اجتماعات وخرجتم ببيان معين وقلتم هتعلقوا الاجتماعات حتى تنفذ الطلبات. تعليق حضرتك على هذا البيان، وهل وردكم اي رد من الجهات الرسمية سواء المجلس العسكري او الحكومة؟ شوف، هقول لك حاجة، يعني قصة تشكيل المجلس والنظر إليه موضوع يحتاج لشرح مفصل. خلينا في الواقعة الأخيرة اللي هي مرتبطة بكلامنا امبارح. يعني لما تنبهنا للأحداث وتصاعدها بدأ اتصالات بيننا بالعدد كبير، وكان رد الفعل الأولي عند كثير منهم نستقيل يعني كلموني سيدات ورجال من أعضاء المجلس. وحقيقة أنا كنت بقول لهم طيب تعالى نعمل اجتماع عاجل ونشوف موقف نقدره مع بعض، يا إما نستقيل جماعيا يا إما ناخد موقف للخروج من الأزمة، لأنه في تشكيل المجلس له 3 تخصصات، واحدة بيناقش معارض على المجلس الأعلى أو مشروعات القوانين والاتفاقات حتى تشكيل أو انعقاد مجلس الشعب، ما يعرضه أعضاء المجلس الاستشاري نفسه ومواجهة ما قد ينشأ من أزمات. فإحنا دلوقتي بنواجه أزمة دورنا نشوف نحاول نحلها، واحنا اشترطنا الاستمرار من عدم مرتبط بالتزام المجلس الاعلى للقوات المسلحه لما يصدره هذا المجلس من توصيات ومن مقترحات كما وعدونا. وبالتالي ذهبنا جميعا بما فيهم اللي قال هستقيل وحضروا، واللي كان كتب على الفيسبوك فعلا هو هستقيل وحضروا، وجرى نقاش طويل استمر 3 ساعات ونصف. انتهينا فيه. طبعا كان في بعضهم لم يعجبه الكلام والنقاش الذي جرى فأعلن استقالته وخرج منصرفا من الجلسه. مثل السيد عمرو موسى؟ لا السيد عمرو موسى لا، الدكتور معتز عبد الفتاح، الدكتور نادية مصطفى، الدكتورة منار الشرباجي، المهندس زياد علي، دول اللي خرجوا من الاجتماع مستقلين. اعلنوا في الجلسه ما كتبوش ورقه لكن اعلنوا بوضوح وامام الجميع، وكان حاضر معنا عضوين المجلس الاعلى للقوات المسلحه. في منهم اخرين كانوا حاضرين قالوا هنستقيل، بس لما وصلنا للقرار النهائي علقوا استقالتهم، من كان حاضر حتى نهايه الاجتماع الى ان نرى هذا. اول قرار انه سنعلق الاجتماعات لحين الالتزام، والا ساعتها سيكون هناك اما استقالات جماعيه او استقالات فرديه. يعني واحد من الناس قلت انه لو لم يحدث استجابه لما تم قراره امس من توصيه من المجلس الاستشاري سأستقيل من يعني حضرتك شخصيا قررت انه تستقيل اذا لم تتم الاستجابه لمطالب او التوصيات اللي خرجت بها في الاجتماع. والتوصيات دي لا تحتمل ايام، المساله تحسب بالساعات. طب لو نجمل التوصيات. هو كان اول حاجه وقف كل اشكال العدوان، وخاصه اللي كان بيلقى من فوق، لان احنا لحد ما كنا قاعدين وكان فيه ما يلقى من فوق المباني الخاضعه لسيطره القوات المسلحه اللي هي مجلس الوزراء ومجلس الشعب وملحقاتهم، او مجلس الشعب وملحقاته اللي كان الالقاء جاي من ناحيته. الحاجه الثانيه الاعتذار عما جرى. الحاجه الثالثه احاله المتسببين في هذا من كل المسؤولين الى قضاة تحقيق ينتدبهم وزير العدل ليست النيابه، ويصدر نتائج تحقيق خلال ايام. الحاجه الرابعه وهي تعويض اسر الشهداء وعلاج المصابين وتعويضهم. يعني كان حزمه من الطلبات اللي وقتناها بانه لابد ان ده يعني يتم الاستجابه له فورا من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، والا ساعتها يعني يبقى في قرار تاني. طيب طبعا حضرتك كنت بتتابع معنا الفقره السابقه بوجود سياده اللواء والشباب من الاعتصام، وذكر الاستاذ محمود عفيفي انه يشعر انه الدكتور كمال الجنزوري لا يعبر عن فكر الثوره
والحكومة التي شكلها لا تعبر عن فكرة ثورة، ولو كانت كذلك ما كانش حدث الأحداث اللي حدثت بالأمس، خاصة أنه قال دكتور الجنزوري أنه عنده صلاحيات رئيس جمهورية. تعليق حضرتك على أداء الدكتور الجنزوري اليوم وعدم خروج أي تصريحات بالأمس، ومطالب الشباب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بوجوه ثورية؟ والله ده كان موقفنا أيضا من أول يوم. أنا كان موقفنا إحنا كحزب وسط، وأنا شخصيا معترض على اختيار الدكتور الجنزوري، وناقشت ده مع المجلس العسكري وسجلت اعتراضي عن الاختيار، لأنه كان عندنا أزمة كنا بنحاول نوصل لحلها. الأزمة دي كان الميدان طالب اسم، والمجلس اختار الدكتور الجنزوري. الدكتور الجنزوري زي ما انت حضرتك قلت مش وجوه ثوريه، بغض النظر في ناس تقول هو نظيف، انا ما بتكلمش عن نظافته، انا اعرفه شخصيا، ما كان صديق للمهندس كفراوي وكان معانا في خط منسيق دايما قبل عنده هناك، لكنه اشتغل مع النظام السابق 20 سنه وتشكل طريقه ادائه بانه سكرتير الرئيس مهما كان، حتى لو قيل انه اختلف في بعض الحاجات، فليست الشخصيه التي تستطيع ان تواجه عند اللحظه. ما مثلا الان لو وجد مثلا في قصور من المجلس العسكري يطلع يقول انا ضد ده، انا مش موافق، لا يستطيع. فده هو مش ثوري، ده حقيقي، ده كان جزء من الكلام اللي قيل في ذلك الوقت. وانا اظن ان اداؤه اليوم بنفس الشيء، يعني طالع بيقول بيدافع عما جرى وبيبرره وبيحمل اطراف اخرى، يا اما اللهو الخفي اللي احنا بنقول عليه ده مش عارفين هو مين، او انه في ناس بلطجيه وفي ناس شكلهم مش ثوار. يعني مش عايز اقول برضه الوقائع المفتاحيه اللي بقول عليها دي لابد انها نقف عندها، وبعدين التحقيق يثبت باقي الكلام. لو كان هناك في اطراف اخرى تبقى تعملوا تحقيق وتعملوا نتائج، سواء كان المسؤوليه هنا تقع على طرف المسؤوليه عن تامين المكان من قوات الجيش والشرطه او على المتظاهرين، لو في تحقيق شفاف ويعلن فورا، وزي ما احنا قلنا مش من النيابه، يبقى من قضاة تحقيق ينتدبهم وزير العدل، قضاة من محكمه الاستئناف يجروا تحقيقا في هذا الموضوع ويعلنوه خلال ايام. طيب الشباب استاذ بالعلا يعني بيتكلموا عن تماثل هذا الخطاب مع خطابات سابقة لكل القادة السابقين، من مبارك لعصام شرف لأحمد نظيف، لكل يعني لم يشعروا بأي جديد. في نفس الوقت انه النظام بيتحدث الان عن انه احنا ادونا الفرصة واحنا ان شاء الله هنغير، وانتم مش مخلينا ندخل المجلس حتى عشان نشتغل. هذه الفجوة ما بين رأي رئيس الوزراء والمجلس العسكري وما الى ذلك، كيف يمكن رأب هذا الصدع او حل هذه الفجوة رأيك؟ والله شوف اقول لك حاجة، الازمة اللي حصلت في الفترة من 19 نوفمبر 20 نوفمبر وصلت لذروتها يوم المليونية 22 نوفمبر اللي احنا التقينا فيه اول لقاء مع المجلس العسكري في الاحداث، واتفقنا عليه على حاجتين كانوا مهمين: الجدول الزمني لنقل السلطة، ثم المجلس ده المعاون للمجلس العسكري لسد الفجوة اللي حصلت. الفجوة اللي حصلت من 11 فبراير انه استلم السلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وخرج السياسيون والثوار كل حل سبيله ودخلوا في صراعات فيما بينهم، سواء أزمة الاستفتاء من مع نعم ومن مع لا، أو أزمة الدستور أولا والانتخابات أولا، ثم أزمة وثيقة الجمل دكتور يحيى الجمل وثيقة الدكتور السلمي، لحد ما حصلت كارثة 19 و20 نوفمبر. فده في مطالبات بأنه أين دور المدنيين في إدارة الفترة الانتقالية. فذلك اقترحنا هذا المجلس وإحنا عملنا اختيارات وعملنا قانون وكده على أساس يحل ده. وكان الجدول الزمني نفسه والاعتذار اللي صدر بعدها بيوم ولا يومين والوعد بالتحقيق وحالة ناس التحقيق هدأت كثيرا. بقيت شوية ناس معتصمين، شوية في ميدان التحرير، شوية عند شارع مجلس الوزراء، وكان في حركة تمت في الفترة الأخيرة التفاهم معهم حول المطالب اللي كان أغلبها يتركز في حقوق الشهداء والمصابين، وبالتالي كان الموضوع على وشك أن ينتهي. وكانت خلاص بردت المسألة وهديت، وبدأوا هم نفسهم الشيء عندهم استعداد للتفاهم، والعجلة بدأت تدور، لأن هو لن يكون هناك حل حقيقي إلا بتسليم السلطة نهائيا لمجلس لحكومة منتخبة ورئيس منتخب. هو ده اللي هيحل الموضوع عشان يبقى فيه عنده مشروعية شعبية تعطي له حق إنه ياخد قرارات، ويبدأ ياخد قرارات منطلقا من التفويض الشعبي الذي منح إليه. كل هذه الأشياء الأخرى بتبدأ حلول مؤقتة مش هتحل المسألة. الحل الحقيقي هو ده، وبالتالي بالعين هنا. وكنا دائما وما زلنا حريصين على عدم وجود صدام ما بين قطاعات من الشعب وبين القوات المسلحة. تمام. حريصين على انه المهمة اللي بدأوها من 11 فبراير تنتهي على خير بتسليم السلطة وعودتهم الى دورهم في حماية الحدود وحماية الوطن وتقديرهم لما جرى. هذا هو كان الصوت العقلي بيقول كده، انه جدول زمني خطوات محددة، وده حدث
يعني احنا دلوقتي بقى عندنا جدول زمني ينتهي 30/6، ورغم تحفظنا على حكومه الدكتور الجنزوري لكن توقفنا عن نقدها حتى على اساس انه نديها فرصه انها كلها تتكلم على بضع شهور. وكنت بقول في كل وسائل الاعلام لو حكومه الدكتور الجنزوري عرفت تحلها مشكله امنيه في قلب منها المرور والنظافه وازمه الانابيب والتجاذب كتر خيرها، احنا مش طمعانين في اكتر من كده لحد ما تيجي حكومه منتخبه ورئيس منتخب يكملوا المشوار. فتجاوزنا عن فكره اعتراضنا على الدكتور الجنزوري على اساس انه فيه مجلس تسيير اعمال هي بتسير اعمال ومش متوقع يعمل حاجه اكتر من كده. وبالمناسبه تفويض صلاحيات رئيس الجمهوريه التفويض في قرارات بس مش في صلاحيات. يعني مثلا زي بقول لو في رئيس جامعه معين يمضي عليه رئيس الجمهوريه بيمضي عليه الدكتور الجنزوري، لكن الصلاحيات نفسها موجوده مع المجلس لا على القوات المسلحه. وده اللي خلانا نقبل استمرار دورنا لان هنعاون المجلس ده في مهمتين. المجلس الاستشاري سيعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحه في مهمتين. المهمه الاولى هو عنده صلاحيات تشريعيه لحد انعقاد المجلس، تمام، وعنده صلاحيات رئيس الجمهوريه لحد انتخاب رئيس الجمهوريه. بالتاكيد. فاحنا لما تنتهي مهمه التشريع اللي تنتقل للبرلمان فورا انعقاده، ستظل صلاحيات رئيس الجمهوريه ما زالت مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، والدكتور الجنزوري اللي معاه صلاحيات قانونيه متعلقه بالتوقيع على قرارات مش صلاحيات اداره وتنفيذ. فكنا شايفين ان الشكل ده المشهد ماشي نحو الحل. فجرت لنا أزمة امبارح اللي ليس لها مبرر من أي شكل من أشكال الحل. طيب الانتخابات والاشتباكات يعني أصبحوا عنوانين متلازمين. كل مرحلة انتخابية بنشوف الفرز نلاقي اشتباكات، يا في محمد محمود يا المرة دي في شارع مجلس الوزراء. ويبدو أن هناك من يريد أن يعني يفسد فرحة الانتخابات أو يعني يغطي على موضوعات الفرز وشكاوى القضاة. كيف ترى الصورة يعني أستاذ أبو العلا ماضي، وأيضا رؤية حزب الوسط في موضوع الانتخابات بشكل عام؟ يعني أنتم في الحقيقة من خلال ما رصد من منظمات المجتمع المدني حزب الوسط كان أقل من له تجاوزات أو مخالفات يعني في سير العملية الانتخابية. شوف هو حاجة، هو ساعات احنا بنميل لأحيانا التفسير التآمري بأنه لازم ده مؤامرة وتقصد بها الانتخابات وما جرى فيها. يعني أنا الحقيقة مش شايفها مرتبطة قوي كده، التفسير ده فيه مبالغة شوية. أنا شايف إنه خطأ فادح، ما كانش له علاقة مباشرة بالانتخابات، الانتخابات كانت خلصت، بس الانتخابات انت حضرتك الواقعة انفجرت امتى؟ انفجر أمس. النتيجة انتهت، يعني التصويت انتهى والفرز شغال، فما فيش علاقة لو كان في تأثير ما إلا إذا كان مقصود بها تفجير البلد كلها والغاء الانتخابات. أنا أعتقد ده أمر غير مقبول، لأن هو ده مخرج كبير من الأزمة اللي فيها، إتمام الانتخابات أيا كانت نتيجتها وأيا ما كان ما جرى فيها، وتبقى عندنا حكومة منتخبة ثم رئيس منتخب. ده الجزء الأولاني. بالنسبة لموضوع الانتخابات، هو حصل تحول دراماتيكي. الشعب المصري حرم من الانتخابات، ليس لديه ثقافة انتخابات لمدة تزيد عن 60 عاما. ولما حصل اللي حصل، أولا ما كانش فيه تدخل من السلطة بالمفهوم المباشر في التصويت. يمكن كان فيه أخطاء فادحة بالجملة في الفرز، كوارث عملتها لجنة العليا للانتخابات في الفرز الحقيقة، وموظفين الفرز اللي هم منتدبين من جهات حكومية ولهم ميول سياسية تلاعبوا في النتائج الفرز. ده حقائق أثبتناها حتى بمحاضر ورافعين بها قضايا. لكن عايز أقول إن الحضور الكثيف ده كان ظاهرة إيجابية. الثقافة التي لم تكتمل بعد عن كيفية الاختيار ومحددات الاختيار تحتاج لوقت لما الناس تبدأ تدركها وتعالجها، بحيث يبقى الاختيار هنا بمعايير موضوعية بمعنى المناسب للوظيفة. انه انا دلوقتي حينما اختار لحد فانا بقول ايه، بختار له المناسب. ممكن اقول ده راجل صالح جدا، اصلح واحد في البلد في حيث دينه وورعه، لكن لا يوجد الوظيفه دي. انا عايز مهندس وهو معاه بكالوريوس تجاره طبعا، او عايز طبيب وهو معاه محاماه او ليسانس حقوق. فهي هذه الثقافه تحتاج الى وقت والى وعي، لان ده مرتبط بالوعي. لا نستطيع ان نقول انه ده مرفوض او ان ده خطأ كبير، لا، ده مشكلة حقيقية تحتاج لعلاج وتحتاج لوقت لمعالجتها. تمام. ده باختصار. طبعا احنا ممارسات الاحزاب بقى اللي تجاوزت ده اللي انا عايز اسال حضرتك في يعني اجابه. صعود التيارات الاخرى زي الحريه والعداله والنور السلفي بشكل يعني كبير، وربما حزب الوسط هو ايضا ذو مرجعيه اسلاميه، والخطاب اللي حضراتكم بتطرحوه هو خطاب وسطي موضوعي وليس يعني حضرتك مثلا ان الحريه مقدمه على الدين، وهذا ما يفصل بين حزب الوسط والاحزاب الاخرى. يعني هل تعتقد ان الخطاب الوسطي الان في مصر يعني لم يعد مرغوبا كالخطابات الاخرى التي تتبناها بعض التيارات اللي فيها نوع من التشدد؟ لا، خلينا نقول حاجه. كان احد ثمرات النظام القديم الحقيقه
ما وصل إليه الأحوال إنه هذا المناخ يشجع على الغلو والتشدد. إنه في حالات القهر وحالات الفقر وحالات الاضطهاد الاجتماعي الناس بتلجأ للتدين، وبالعكس ممكن أشد أشكال التدين لأنه بيبقى نوع من أنواع مواجهة الأزمات دي. فالخطاب الوسطي اللي هو أصل الخطاب الإسلامي وهو أصل تركيبة المصريين، ده مش اختراع بالمناسبة، مش حاجة اجتهاد جديد، ده موجود. الإسلام دين الوسطية والاعتدال أساسا. بالظبط كده. هو ده اللي حصل، إنه تراجع الفهم ده عند قطاعات واسعة من الشعب، وخاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة والريف إلى آخره. وأصبح الأثر اللي احنا شفناه في الانتخابات ليست منشئة لحالة، هي كاشفة عن حالة. الحالة دي موجودة تتراكم منذ عشرات السنين. وزي ما بقول إنه اللي فاز هم تكتلين. تكتل عنده جماعة موجودة عمرها 80 سنة وعندها تنظيم كبير وعندها أموال كبيرة جدا، وأيضا حزب ناشئ جديد بس وراه حركة وكبيرة جدا بالملايين ودخلها مستجد على السياسة بس عندها ناس بتؤثر من خلال المساجد ومن خلال الدعوة الدينية في ملايين من البشر من المناطق اللي بحكي عنها. فإحنا يعني حزب حقيقي قائم على أعضائه وعلى مساهمتهم. فالناس كانت بتقول دعايتكم قليلة ليه؟ والله دي إمكانياتنا، الآخرين عندهم إمكانيات. مش بقول بقى إمكانيات دي جاية منين، بس على الأقل التكتل الضخم بيوفر إمكانيات حتى لو ما خدش من أي حتة ثانية، وعنده عمر طويل وعنده ممارسات وعنده خبرة. إحنا حزب ناشئ حقيقي في خلال الشهور القليلة الماضية بينافس دول، دخلنا على الخريطة يعني وحققنا نتيجة إيجابية وتعتبر بمعايير البداية، اللي زي ما بقول احنا لسنا حزب سابق التجهيز، حزب نشأ حقيقي يعني واعضاء بيخش ناس قيادات مؤهلين يدخلوا النهارده ممكن بقياده بكره، ما عندناش قيادات معده من السابق، لانه ده بيمثل المصريين. وزي ما بقول الحزب الوسط هو عباره عن عينه طبيعيه من المصريين. لما دايما نقول مع زمايلنا لو غمضت عينك وخدت مجموعه كده من الشعب المصري وفردتها هتلاقي هو ده، فيه المسلم والمسيحي، فيه المحجبه غير المحجبه، فيه الفقير والغني. التركيبه دي المتسامح المنفتح المحب الحياه اللي عايز يطور، هي تركيبه الشعب المصري. وبالذات الوسط حاول يكون انعكاس لده، احنا ما بنخترعش حاجه. هي الوقت مهم جدا في المسألة. تمام. احنا لو تشوف حركة التصويت في المناطق الحضرية والمثقفة خدنا فيه نسبة عالية جدا، لانه ده اللي عنده وعي ونازل واخد قراره من بيته هينتخب مين. انا بيقابلوني الناس وبسعد بهذا في كل مكان ان احنا رحنا صورتنا لكم. تمام. وغير ما يعرفونا لانه ادركوا الرسالة دي. احنا كنا محتاجين وقت عشان نوصل للشرائح دي، محتاجين لامكانيات تتوفر بوجود، والحمد لله احنا العضويه بتاعتنا نمو غير عادي. يعني زي ما بقول احنا في شهور بنعملها تشكيلات في 27 محافظه هي كل مصر، ونزلنا قدمنا 46 قائمه تغطي كل الجمهوريه. تمام. اي نعم. في المرحله الثانيه استبعد لنا قائمتين وفي 3 مؤجلين، يعني احنا في المرحله دي في 5 دوائر لسه ما اتحسموش مؤجلين اليوم الاعاده يوم الاربعاء. لكن الحمد لله بهذه الامكانيات قدرنا نحقق نتيجه بالنسبه لنا مرضيه ومؤشر إيجابي على المستقبل متجه فيه إن شاء الله. بالتأكيد يعني حديث حضرتك بأنه حزب ليس سابق التجهيز وأنه النتائج التي أسفرت عنها المرحلة الأولى بالتأكيد بتعيد حسابات الحزب وخطاب الحزب. شايف إزاي موقع حزب الوسط مش هنقول في الانتخابات دي ولكن في المستقبل؟ يعني بالتأكيد كل الأحزاب وكل التيارات الموجودة في مصر دلوقتي مش هنقول اتفاجئت بالنتيجة ولكن كل واحد عارف هو فين من الخريطة. بالنسبة لحزب الوسط حضرتك شايف ازاي في الفترة القادمة؟ والله شوفي بفضل الله احنا في خلال الانتخابات وصلنا لأماكن لم نكن نصل لها من قبل، واصبحنا عضوية في بقاع مختلفة ما فيها قرى بعيدة عنا. فاحنا بالنسبة لنا ده حقق مكسب كبير جدا، وده هيساعدنا جدا في البناء الحقيقي والانتشار الحقيقي للوصول للناس. احنا هنشتغل على حاجتين، على خطين متوازيين. الخط الأول انه ان شاء الله من يعني سيمثله العدد الذي يمثل الحزب في البرلمان سيكون رقما مميزا بحيث أداؤه ودوره. ودوره في المرحلة دي هي دور الجسر الحقيقي بين كل التيارات، لأنه احنا ضد فكرة الاستقطاب، انه طرف اسلامي وطرف علماني. البلد لا تحتمل هذا الاستقطاب، ده خطر شديد. فهنحاول نكون جسر بحيث نوصل لتوافقات في إدارة المرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت بنبني نقول نفسنا بناء حقيقي وشايفين انه احنا منحنانا في صعود الحمد لله. فالوقت بالنسبة لنا ايجابي ومفيد، هو ده التحدي بالنسبه لنا. وباذن الله يعني ايا كانت نتائج المراحل الثلاثه اللي هتكون ان شاء الله تكون معقوله، لكنها احنا مستقبل الحزب حقيقي في اول انتخابات تاليه باذن الله. تعرضتم للكثير من
المضايقات أثناء الانتخابات. ربما كان معنا الأستاذ عصام سلطان نائب حضرتك، نائب رئيس الحزب، وتحدث عن تقطيع يعني مجموعة من المخالفات حدثت للمرشحين من حزب الوسط، وكنتم أقل الأحزاب تسجيلا للمخالفات ضدكم. يعني شايف ده نتيجته، هل هي فعلا هتنعكس في صندوق الانتخاب؟ هل تقدموا ببلاغات في هذا الإطار؟ وليه بالذات حزب الوسط اللي تعرض بشكل كبير لهذه الهجمة وهو حزب ذو مرجعية دينية؟ يعني لماذا يعني حضرتك عارف انه الحرية والعدالة والنور في بينهم مشاحنات ايضا، ولكن حزب الوسط كان له الكثير من الاعتداءات يعني على افراده او يعني في دكتور استاذ عصام سلطان مهدد بالقتل في السويس، يعني شفنا الفيديو وهو تحدث عن هذا الموضوع. شوف هقول لك حاجه، هو دايما نقول انه الاشكاليه انه زي ما انا قلت لحضرتك كده ان احنا حزب بيلاقي قبول حقيقي عند من يعرفه. نبقى الناس تقول انتوا كنتوا فين، احنا عايزينكم، احنا بندور عليكم. فالاطراف الاخرى شعر بده، وبالتالي بتحاول منذ فترة، بعضهم بدأ معنا منذ حاولنا نأسس الحزب وهو بيحاول لا يظهر للنور، يعني كان بيشارك النظام السابق في التضييق على الحزب. لما بدأ ينزل انتخابات هو مش شاعر بالخطر ده، شاعر الناس بتقول لا ده حزب أكثر اعتدالا منكم، ده أفضل. فهم تعاملوا معنا الحقيقة في كل الجمهورية. أنا بقول لحضرتك وأنا مطمئن إن المعلومات عندي بتيجي في غرفة العمليات بتمزيق منظم لكل وسائل الدعايه بتاعتنا اللي هي ايه لا تنافسه. يعني مثلا الحزب بتاعنا لو عمل في الدايره 100 بانر هو بيعمل 10000 بانر. ال100 بتوعنا متقطعوا بنبقى بعدين حاطين ايد على خدنا، هنجيب فلوس منين من غيرهم؟ هو بينزل كل يوم 200 300، حتى لو اتقطع له ده مش ما بيحصلش كتير، عنده قدره على التعويض. فهم ادركوا انه احنا عندنا مشكله امكانيات ماديه، وبالتالي التمزيق كان بيأثر علينا جدا في فكره الوصول. لان انا كنت بقول لزمايلنا ما تراهنوش على ضخامه التنظيم، راهنوا على كفاءه التنظيم، ما تراهنوش على انه في جزء كبير من الناس ما خدش قراره، فعايزين نوصل له عشان نقول له. ولذلك ناس كتير كلموني وندموا بعد ما صوتوا في المرحله الاولى بالذات انهم ما سمعوش عننا، ما عرفوناش، ده احنا كنا عايزينكم، فصوتنا للسين او الصاد هروبا من اختيار معين. فاحنا تعرضنا لده. احنا في ناس خلفت يوم الانتخاب وعملوا لابتوب وبيوزعوا عليها اسمهم وبيقفوا قدام اللجان وفي جوه بيوجهوا جوه اللجان. احنا الحمد لله ما عملناش كل ده، واعتبرنا ده مكسب للمستقبل اللي هي المصداقيه. احنا مش هنكسب اصوات باي ثمن، احنا نكسب اصوات واحنا بنحافظ على مبادئنا وقيمنا وتقديرنا للناس والراي العام. فبالتالي احنا كل ما جرى معنا وما سيجري حتى انتهى المرحله الثالثه حاطينه في رصيد مصداقيتنا واستقامتنا اللي هنقدر بيه نبني في المستقبل. انا ممكن اخطف مع حضرتك دلوقتي كرسي باي طريقه، بس في ناس تقول ده الكرسي ده رغم انه خده بس ما كانش مستقيم مع المبادئ. سؤال اخير لحضرتك قادم، وهذا الاستقطاب الحادث ما بين علماني واسلامي، وحضرتك شيء طبعا مدني، ويعني كل هذه الاتهامات المتبادله، وموقع حزب الوسط في هذه المعادله. انا قلت لحضرتك انه احنا مش مع الاستقطاب تماما، ضده. وإذا كان لنا دور هتكون دور جسر، نحاول نوصل لتوافق وطني. احنا عندنا مهمتين أكبر من بعض. الأولى عمل دستور يعيش 100 سنة على الأقل، فلازم يكون دستور توافقي يمثل كل المصريين، فنحاول نلعب دور في هذا الاتجاه واقناع كل الأطراف بقبول ده حتى لو كان أصحاب أغلبية. الشيء الثاني يبقى في حكومة وحدة وطنية تدير الملفات الصعبة التي تنتظرها. احنا الآن كل الملفات معطلة ومرجئة، وخاصة القضايا الكبرى، الاقتصاد، الأمن، التعليم، الصحة، كل ده بناء نظام ديمقراطي حقيقي مستقر، ضبط القواعد وضبط المصالح وتطهيرها إلى آخره. فهذه الملفات الكبرى تحتاج إلى توافق، يستطيع طرف مهما كان مع أغلبية أن يتحمل مسؤوليتها. والله لو غامر وأصر أن هو يتحمل مسؤوليته واحد يتحمل، وإحنا نكون في طرف المعارضة لأي تصرفات نراها مخالفة لقناعاتنا الوطنية اللي هي معيارنا الرئيسي في ضبط حركة المجلس أو الحكومة القادمة بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أبو العلا ماضي، نائب المجلس، نائب رئيس المجلس الاستشاري ورئيس حزب الوسط. شرفتني ونورتني، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المراحل القادمة في الانتخابات. مشاهدينا الكرام أشكر لكم حسن المتابعة.